بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، بعد أن قرأ ترجمة القرآن كاملة، جاءني زميلي الأستاذ في التاريخ والجغرافيا مستفسرا عن معجزات القرآن، فقلت له: لقد تحدى الله عز وجل جميع المخلوقات من إنس وجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، لما جاء في القرآن من بلاغة وبيان. وفي تلك الحقبة من الزمان اشتهر العرب بنظم القصائد والبلاغة والفصاحة في اللغة العربية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إحضار ولو آية واحدة من آيات القرآن. إن القرآن هو آخر رسالة أنزلها الله للبشر وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو كلام الله، وأيضا كتاب دلالة ليرشد كل البشر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال لي: أنا لا أعرف العربية، فكيف لي أن أعرف هذه المعجزات؟ أجبته: معك حق، فالإعجاز يكون فيما أتقنه القوم. مثلا في زمان يوسف عليه السلام كان لمفسر المنامات مكانة عند الفراعنة، ولهذا يسر الله له في تفسير الأحلام ليظهر عجز الكهنة. قلت له: ماذا تعرف عن العدد 7؟ أجاب: العدد 7 معروف في جل الديانات، وعند البعض يجلب الحظ، والأهم أنهم يقولون بأن الله خلق 7 سماوات. فقلت له: هو كذلك. والآن تأمل معي وافتح الترجمة التي معك. فأول سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وتسمى أيضا بالسبع المثاني، وعدد آياتها 7. وأول عدد ورد في القرآن هو العدد 7 أيضا، وجاء في سورة البقرة في الآية 29. وفي القرآن سورة ثانية عدد آياتها 7 آيات، وهي سورة الماعون، ورقمها 107. و107 عدد أولي ترتيبه ضمن الأعداد الأولية 28، و28 يساوي 7 في 4. الأعجب بعد سورة الماعون وإلى آخر سورة في القرآن نجد 7 صور، وهذه الصور هي: فسورة الكوثر ترتيبها 108، الكافرون 109، النصر 110، المسد 111، الإخلاص 112، الفلق 113، والناس 114. وإذا قمنا بجمع هذه التراتيب نحصل على عدد 777. سبحان الله. قال لي: إن هذا عجيب. فأجبته: نعم، وكذلك وصف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن على أنه لا تنقضي عجائبه. وتابعت: ماذا تعرف عن القمر؟ قال: القمر يدور حول الأرض. فقلت: تابع معي هذا الإحكام الرباني. إذا تأملنا دوران القمر في الفضاء وليس من الأرض، فسنجد أنه يدور حول الأرض في 27 يوما، ويدور في نفس الوقت حول نفسه في 27 يوما أيضا. العجيب أن كلمة قمر تكررت في المصحف الشريف 27 مرة. سبحان الله. وكما رأينا فالقمر له دورتين: دورة حول الأرض في 27 يوما، ودورة حول نفسه في 27 يوما أيضا. الأعجب إذا قمنا بجمع هذين العددين سنحصل على العدد 27 زائد 27 يساوي 54. ولكن لماذا العدد 54؟ إذا أخذنا المصحف الشريف وبحثنا عن السورة رقم 54 فستكون المفاجأة، فالسورة التي رقمها 54 هي سورة القمر. سبحان الخالق المبدع. فاندهش زميلي وقال: شيء لا يصدق. فقلت له: وهذا لم نعرفه إلا في القرن الماضي بعد غزو الفضاء. سألته: هل تعرف شيئا عن النحل الآن؟ أجاب: النحل يلعب دورا مهما في تلقيح العديد من أنواع النباتات. فقلت: إليك المزيد. نعم، يستغرق تكون ملكة النحل 16 يوما من البويضة حتى الولادة. وقد ساعدتنا الدراسات الجينية التي لم تتطور إلا في النصف الأخير من القرن الماضي على معرفة عدد الكروموسومات عند الإنسان والحيوان والنباتات. تأمل عدد كروموسومات عند النحل، فالإناث لديهن 16 زوجا من الكروموسومات، والذكور لديهن 16 كروموسوم. ونظرا لأن الذكور يأتون من بيض غير مخصب فإن لديهم 16 كروموسوما فقط. وإذا فتحنا القرآن فإن السورة التي رقمها 16 هي سورة النحل، وسورة النحل تتكون من
128 آية، و128 يساوي 16 في 8. كما نرى فعدد الآيات من مضاعفات العدد 16. قال لي في حيرة: شيء غريب. أجبت: ولم تر إلا القليل. تابعت: ابحث عن مكونات نواة الأرض. بعد بحث في الإنترنت قال لي: نواة الأرض تتكون من الحديد، ولكن ما علاقة هذا بما نحن في صدده؟ قلت: تمهل وتأمل. فكما قلت، يتكون قلب الأرض وبالتالي جوهرها من الحديد، وذرة الحديد بكتلة رقم 56 ورقم ذري 26 هو الأكثر استقرارا، ويحتوي الحديد على 28 نظيرا، 4 منها مستقرة، وهم الحديد 54 والحديد 56 والحديد 57 والحديد 58. وسورة الحديد رقمها 57، وتتوسط سور القرآن من حيث العدد، ففي القرآن 114 سورة، و114 مقسومة على 2 نحصل على العدد 57، و57 هو رقم سورة الحديد. لقد رأينا أن الله وضع الحديد في وسط الكوكب الأرض، ومن بين نظائر الحديد المستقرة لدينا الحديد 57. سبحان الله. قال لي: هذا غير ممكن، كل هذه التطابقات في كتاب واحد وكتب منذ 14 قرنا. أجبت: نعم، كل هذه التطابقات لأن القرآن كلام الله. قلت له: هل رأيت كتابا يشير إلى عمر أحد قبل أن يموت؟ أجاب: بالتأكيد غير ممكن. أجبت: تأمل هذا إذن. فآخر سورة نزلت وحيا هي سورة النصر، وترتيبها 110، وكان عمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 63 عاما. وفي القرآن سورة اسم محمد ورقمها 47، و110 ناقص 47 يساوي 63، و63 هو عمر محمد صلى الله عليه وسلم. صار ينظر إلي حائرا، ولم يعد باستطاعته قول أي شيء، لكن كل ما قال هو أنه يريد معرفة المزيد عن القرآن وعن الإسلام. وفعلا التقينا مرة أخرى، وكانت لديه عدة أسئلة حول القرآن، وهذا ما سأتطرق إليه في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.